هل وارد في أي لحظة إنه حمدين يتراجع أو ينسحب أو يعدل عن فكرة الترشح؟ هل وارد؟ ليس واردا على الإطلاق. على الإطلاق. الأستاذ حمدين أخذ قراره بعد تفكير طويل وبعد محاولات طويلة في البحث عن فكرة الشراكة الوطنية اللي هو داخل الانتخابات عشان يأكدها مش عشان يلغيها. نعم. وبإيمان عميق بأن احنا عندنا مشروع حقيقي. وبمناسبة المشروع، لأنه أحيانا في هذا البرنامج يا أستاذ أحمد حضرتك بتتكلم عن أن احنا بنقول شعارات. عايز أقدم لحضرتك نسخة من برنامجنا الانتخابي يا ريت تدوني في 2012، لأن واضح أن حضرتك ما اطلعتش عليه قبل كده. اطلعت وكتبت عليه صفحتين في الأهرام. طيب احنا مش بنقول شعارات، احنا مقدمين دراسات تفصيليه في كثير من المجالات الحقيقه في الانتخابات اللي فاتت. وقريبا جدا هتبدا لجنه من الخبراء، بعضهم من اللي شاركوا في البرنامج اللي فات وبعضهم اضافات. هتغيروا ده ولا هتضيفوا عليه؟ هنضيف عليه لانه في استحقاقات جديده لابد من الالتفات ليها. خليهم عشان لما يجي لنا حمدين ضيف مره كده وهو مرشح هناقشه. هيبقى جاي لك بقى بالنسخه بتاعت 2014 ان شاء الله مش 2012. طيب اوكي. والبرنامج ده مش زي ما قلت لحضرتك هو التجسيد العملي في رؤيتنا وفي رؤيه من صاغوه من خبراء متخصصين في كل المجالات للشعار اللي الشعب المصري بنفسه بلوره في 25 يناير وما لقى الاخوان المسلمين ماشيين ضده وبينقضوا عليه خرج ضدهم تاني في 30 يونيو. عشان كده احنا رؤيتنا شايفه انه 30 يونيو امتداد ل 25 يناير، الاثنين على نفس الخط اللي غرضهم في الاخر انه يبقى في سلطه بتحقق اهداف العيش والحريه والعداله الاجتماعيه والكرامه الانسانيه والاستقلال الوطني. هي دي اهداف الشعب المصري. في اي لحظه اي تراجع خلاص هو خد الخطوه او خدنا قرارنا وسنخوض هذه الانتخابات باذن الله تحت اي ظرف الا اذا كان وجودنا يؤدي لضرر بالمصلحه الوطنيه، وما اظنش انه ده وارد في الانتخابات. يعني ايه؟ يعني اذا كان وجودنا في هذه الانتخابات يصف لصالح بقايا نظام مبارك او اذا كان محدش لا هينزل مبارك ولا لصالح الاخوان المسلمين. نعم. ده موضوع ساعتها هيحتاج لمراجعه، لكن قرارنا عزيمتنا حتى هذه اللحظه ان احنا مكملين لحد النهايه. طيب. بمناسبه بس الكلام اللي قاله المستشار رفاعي، حضرتك بتقول انه كل المسيرات اللي بتطلع تؤيد المشير السيسي او المؤتمرات او غيره بتاخد تصريح. خليني اعتبر انه دي حقيقه، رغم ان انا عارف مثلا انه في الاسبوع اللي فات يوم الجمعه كان في وقفه قدام مسجد القائد ابراهيم بتؤيد المشير السيسي ولم تكن حاصله على اي تصريح. مش عايز اعترض ولم يتم التعرض، بتكلم عن نفسي بس. لا، انا بقول الظاهره بس. ولم تكن حاصله على اي تصريح. بينما اليوم اللي قبلها ورغم انه شباب حمله مرشح الثوره في اسكندريه سعوا لانهم يحصلوا على تصريح فلم يحصلوا عليه، فما نزلوا عملوا وقفه صامته رافعين يوفط وواقفين. تقبض عليهم؟ تم فض الوقفه بالقوه. في هنا ازدواج للمعايير. عشان اللي متصور انه المساله بيتم القبض على اللي بيخالف القانون، لا الحقيقه مش بس على اللي بيقول راي مخالف، مش بس اللي بيخالف القانون. وحسب معلوماتي مثلا انه المسيرات والمظاهرات اللي حصلت يوم 25 يناير كلها باستثناء اللي قالت راي مخالف ما كانتش حاصله برضو على تصريح. مش كده؟ دي حسب معلوماتي وممكن نتاكد من وزاره الداخليه. بس 25 يناير الناس نزلت كلها في الميادين. كويس. حصلوا على تصريح؟ لا ما انا ما اعرفش. ما حصلوش على تصريح. انا الشارع هنا بقى المعيار ولا لا؟ بينما في اخرين نزلوا في اماكن اخرى حصلنا. يعني المسيره اللي كانت جايه من السيده زينب كانت حاصله على تصريح حضرتك، وفي اسكندريه كانوا حاصلين على تصريح، وفي المنصوره كانوا حاصلين على تصريح. 25 يناير بالذات على سبيل الحصر حصلنا على تصريح من وزاره الداخليه بالاحتشاد في جميع ميادين مصر بدون تحديد. حصلنا على تصاريح بهذا الموضوع. خلاص يبقى حصل على ولم تتعرض الشرطه لاي مجموعه في هذا اليوم، سواء كانت تبع حمله كمل جميلك او غير حمله كمل جميلك. هذا اليوم كان يوم مفتوح، كل اجهزه الدوله تعلم ان هناك تظاهرات ونزول للشارع، والاكثر من ذلك ان كان جميع الفضائيات بتدعو للنزول يوم 25 يناير. بينما تعرضت لمسيره في المعادي، وتعرضت لمسيره في المهندسين، وتعرضت لمسيره في المحله، وتعرضت لمسيره في المنصوره. احنا قعدنا في التحرير يوم 25 يناير من الساعه 8 الصبح مشينا الساعه 12 بالليل. لم يتعرض لنا احد لاننا لم نرتكب ما يخالف القانون او لا ما يعاقب عليه القانون. طيب. ولكن اذا كان هناك مسيره تم التعرض لها من الشرطه، نعم. فمن المؤكد ان هذه المسيره قد ارتكبت مخالفه، وهذا امر 100% يعني مش بيواجهوا اي مسيرات وخلاص معروض على القضاء. حضرتك شايف كده انه بالظبط طبعا. طيب